تمام. نيجي بعد ما اخلص بيكنج اهو. كل حاجة بقت بيكد بشكل كويس جدا. انا دلوقتي مثلا عايزة اشوف نتيجة البيكنج ده. بضغط على بي من الكيبورد او اجي هنا. تمام. هلاقي هنا الماتيريال، هو على الماتيريال طبعا. عايز تشوف كل تشانل لوحدها هتعمل كده. تشوف كل تشانل لوحدها، دي طبعا هي فاضية لان دي التشانلز الخاصة بالايه، بالتكتشر اللي احنا اصلا لسه ما عملناش فيه اي حاجة. لو جينا نشوف هنا مثلا على برضو كل الحاجات دي خاصة بالايه، التكتشر نفسه. هنا بقى لو عايز اشوف المابس المش ماب، هلاقي النورمال. هلاقي لو جينا نضغط كده على بي من الكيبورد هيقلب ما بين التشانلز دي. هنا الاي دي اهو بعد البيكنج بالشكل ده زي ما احنا جايبينها من مايه بالظبط طبعا. بي تاني اهو ambient occlusion ambient occlusion بيكت بشكل نظيف جدا. كل حاجة تمام. نيجي بي كمان الكيرفيتشر، الحمد لله الدنيا تمام برضو. البوزيشن الثيكنس تمام. بس كده اضغط ام تاني عشان يرجعني على الماتيريال مود بالشكل ده كده. آه هاجي هنا بس عند فين الشيدر سيتنجز هنا، والكواليتي هخليها الترا بالشكل ده. بتفرق في الرفنس قوي بصراحة. يعني لو جيت خليتها فيري لو، شايفين الفرق؟ ميديوم خليها الترا. عينيكوا هنا على الرفنس تمام، هتلاقوها بتفرق كتير جدا جدا جدا. فاسيبه على طبعا ايه، على الترا. تمام. هنعمل حاجة تاني؟ لأ. تمام جدا. مش هلعب خالص في أي حاجة من هنا. هغير تمام. هغير ال HDRI بس شوية كده مش دلوقتي. وخلونا بقى ايه نبتدي. بقى طبعا هلاقي هنا المابات اهي، البيكد مابس اهي عند كل، شايفين طبعا كل حاجة. وعلى فكرة المابس دي تقدر تلاقيها برضو فين؟ لو جيت هنا وغيرت دي لبروجكت بحيث يعرض لي التكتشرز الخاصة بالبروجكت، البروجكت فايل اللي انا فاتحاه حالا ده. وجيت هنا عند التكتشرز هلاقي ايه، هلاقي المابات اللي هي البيكت مابس هنا، ambient كذا هنا. وهنحتاجهم دول، هنجيلهم دلوقتي برضو قريب ان شاء الله. هخليها تاني all libraries بالشكل ده. وهنبتدي بقى ايه، process التكتشر. اول حاجه هاجي اعملها، خلونا نروح مثلا على البودي ده عشان الهاندل كنترول الت ورايت كليك علشان يسلكت على اهو. تمام. هدلت اللاير دي. ما تعملش سيف، مش هعمل اوتو سيف لوحده. هدلت اللاير دي كويس. وهبتدي اول حاجه طبعا تخلي بالكم انا زي ما اتفقنا شغالين من ريفرنس، الريفرنس بتاعنا اهو كويس. عندنا طبعا جميع انواع، جميع يعني مش جميع يعني، بس معظم السيناريوهات اللي بتكون الدريل ماشين دي فيها يعني. وهي نظيفة جدا معي، نظيفة جدا جدا. وهي مستهلكة، وهي كذا تمام. احنا طبعا زي ما وضحنا في الريفرنس ستادي في المحاضرة اللي فاتت بتاعة الريفرنس ستادي في سياق الكورس بالفعل، هي ان احنا عايزين نخلي الدريل ماشين دي اللوك بتاعها مش عايزاه يبقى جديد قوي كده. تمام. لا هنخليه يعني يوزد شويه، باين ان هي يوزد حاجه كده ما بين الحاله دي، حاجه في الحاله دي كده. شايفين الحاله دي من الاستهلاك. اه يعني عايزين حاجات زي كده، عايزين ده ديتيلز زي كده نوعا ما شويه يعني. هي ما بين دي وما بين، ما بين الصوره دي وما بين الصوره دي كويس. وما بين يعني دول حاجه في الرينج ده. حاجه في الرينج ده من الديرت يعني، او من الايه، من الاستهلاك. تمام. مش عايزه اخليها حاجه تعبانه قوي زي كده يعني. ممكن مش مصديه قوي كده، ولا هي يعني. تمام. حاجه زي كده مثلا. اللي هي لا تكون جديده قوي ولا تكون متبهدله وطلعان عينها زي مثلا ايه، حاجه زي الصدى الفظيع ده مثلا. او كان في حاجه صعبه قوي مش فاكره راحت فين. لا كان في صورة، لا مش حاجه زي يعني، مش قوي كده يعني. كويس. فاللي انا هعمله الاول ان احنا نخليها الاول ايه، جديده الاول، بعد كده نبتدي ايه ندمرها واحده واحده. فهاجي هنا عند الهاندل دي. وهحط لها، هختار بقى ايه، نحط لها بيز ماتيريال كده كويس. حلو. طبعا يعني الماتيريال بتاعتها بلاستيك.
تمام. هختصر بقى شويه لان احنا عملنا اوريدي ريفرنس ستودي. يعني الماتيريال بتاعتنا هنا بلاستيك، بس بلاستيك ايه تحسوه فيه بامب شويه، وتحس ان هو فيه شويه تفاصيل في الهايت. زي ما ترجمنا، احنا ترجمنا الحاجات دي بالفعل قبل كده. ترجمنا احنا شايفين ايه وهنترجمه ازاي كتشانلز بقى. تمام. الجزء الارتستيك اللي احنا اتكلمنا فيه وقد ايه مهم ان احنا نعرفه واحنا شغالين. فزي ما حللنا الريفرنس بالفعل ان عندنا الماتيريال بتاعت الهاندل دي المفروض تكون ايه، حاجه كده يعني بلاستيك رف شويه، على عكس الماتيريال بتاعت البلاستيك الاصفر ده، ناعم جلوسي اكتر شويه، مش عارف ايه. اه شايفين البوتون ده عامل ازاي، السهم ده برضو عايزين ابلاي في الزرار بتاع الدريل ده، من شايفين. فالتفاصيل دي بقى ايه اللي احنا اتناقشنا فيها كلها، وقلنا هنحققها ازاي. فخلونا نبتدي نحط بيز ماتيريال كده الاول. فاجي عند الهاندل دي واختار حاجه زي البلاستيك. آم، كان في بلاستيك كده راح فين؟ اه هو ده البلاستيك اللي هو البي في سي ده. تمام. تعمل كده نلاقي فيه هنا بلاستيك الجلوس، الجلوسي بيور، مش عايزاه بيور. هنا مات اللي هو المط البلاستيك اللي هو مفيهوش لمعة. البلاستيك البي في سي ده ده اللي انا عايزاه. كويس. فهيجي ابلايت بالشكل ده. على فكرة لو جيت احطه كده في الفيو بورت هي ايه، يقدر ان هو انا يعني يسلكت اي حاجة من الفيو بورت. فانا هحطه هنا عشان اوريدي عامل السلكت على الهاندل هنا من الشمال، فاحطه كده بالشكل ده. هلاقي ان هو عمل ابلاي على. ليه انا اخترت البلاستيك البي في سي ده؟ لان هو فيه بروبرتيز محتاجينها بصراحه. زي ما قلنا هو في نوع يعني مدي فكره عن البامب اللي بيكون ايه، اللي بيكون حاصل، اللي هي الحاجات اللي هي شايفين النويز ده. حلو. مدي فكره عنه. احنا زي ما اتفقنا مش هنخلي الهاندل بتاعتنا ايه، آه يعني ان هي مطاط بالشكل ده يعني، او رابر كده بالشكل. لا لا، مش عايزينه كده. احنا عايزينه يكون ايه، بلاستيك. تمام. بالشكل ده يعني، حاجة زي كده مثلا تحديدا كمان. تمام. حلو أوي. فخلينا نظبط بقى الماتيريال دي الأول. طبعا هاجي هنا الأول وعشان النظام حطها في جروب كنترول جي. كنترول جي تمام، فوتوشوب زي ما قلنا. وهسميها بيز اندرسكور ليفل 01. ده لها كولر زي كده. حلو. طيب هاجي هنا في البروبرتيز وهخلي هسيب هنا البروجيكشن مود هسيبه على يو في بروجيكشن زي ما هو. هخلي برضو السكيل زي ما هو. هلعب في البروبرتيز هنا شويه. خليه على الكلر والهايت والرف والميتال. تمام. هسيب دول زي ما هما بالشكل ده كده. تمام. الكلر طبعا خليه بلاك تماما بالشكل ده. كويس. طبعا عندنا هنلاقي الهايت اوريدي موجود، معمول اللي هي الجزء البامبي النويز ده. ممكن العب شويه الرفنس، بس خلينا نظبط الرفنس عشان زي ما قلنا الرفنس من اهم المبات حرفيا. هي حاجه بتحكي قصه يعني. عايز يعني معظم التفاصيل اللي قدامنا، الاوبجكتس اللي قدامنا كده في الحياه اليوميه، الحاجات اللي هي بتكون مستهلكه قوي او جديده قوي او الفيصل فيها الرفنس حرفيا. يعني الرفنس دي عليها عامل رهيب في ان هي تقول الماتيريال دي حالتها ايه. تمام. خلينا نظبط الرفنس. محتاجة الدنيا تكون رف طبعا عن كده بكتير. فخلينا نخليها مثلا على آه، يعني حاجة بالشكل ده مثلا. حاجة هنا كده في الرينج ده كده. طبعا زي ما اتفقنا احنا بي بي ار ورك فلو. فالميتاليك انت الحاجة يا زيرو يا ون. مفيش حاجة اسمها ميد فاليوز يعني. فالميتاليك طبعا ده مش ميتاليك اصلا، فده بلاستيك زي ما احنا شايفينه كده. طبعا خلينا اجي هنا عند النويز ديتيلز اللي هي الهايت ديتيلز. خلي دي مثلا على ماشي نص كويس. ممكن اعلي دي شوية بحيث انها شايفين زاد. لو عملت كنترول زد شايفين انا زودتها كنترول واي علشان يعمل ريدو. حلو. اهو. خليتها ايه، خليتها تبقى شارب
شاربر عن كده شويه يعني. تمام جدا. حلو. نفس الماتيريال دي هاخدها كوبي، اخدها بالجروب بتاع كنترول سي، واروح على البيز ادلة البينت لاير دي، واقول له كنترول في. كويس. عايزاها تكون نفس الماتيريال يعني. حلو. بس عامل شوية اختلافات بسيطة خالص هقول لكم دلوقتي عليها، بس حابة اوضح بس حتة ايه الفرق بين البينت لاير والفيل لاير، عشان الاتنين دول بنستخدمهم كتير جدا 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 يعني. هنوضحهم احسن في السياق علشان ما نضيعش وقت كتير، فهنفهم الفرق ما بينهم ان شاء الله قدام شوية. طيب هاجي هنا بس عند البي في سي دي وخليها بدل اللي هي يو في بروجيكشن نقدر نخليها تراي بلانر بالشكل ده. مفيش فرق كبير، تمام، مفيش فرق كبير فعلا. بس تمام. كيو، اضغط كيو من الكيبورد عشان يبقى ايه يشيل الحاجات دي. هي مش حاجات يعني، تقدر تعمل ترانسفورم، تقدر، بس هي مش باينه قوي عشان احنا الماتيريال بتاعتنا واخده باترن موحد اصلا، فمش هيبان لو احنا تلاعبنا شايفين في البروجيكشن بتاعها يعني، مش هيبان لان هي اصلا الماتيريال كلها حاجه، شايفين يعني حاجه واحده. المهم عشان نخفيها زي النيوك بالظبط، ونضغط كده ايه كيو من الكيبورد يعني عادي. حلو. كويس ماشي. نيجي بقى نحط بيز ماتيريال برضو فين على البودي بتاع اللي هو فين اللي هي اللي راحت فين، اليلو بلاستيك، الجزء بتاعنا هنا ده برضو. وهاجي هنا اختار بلاستيك طبعا يكون مط شوية، عشان هو اللمعة بتاعته زي ما درسنا الرفنس في البلاستيك النوع ده عامل ازاي، دي حاجة كده يعني. ف... فهو مش هنخليه جلوسي طبعا، هناخد حاجة زي بلاستيك مات ده، مات، بلاستيك مات. اوكي يعني كده كويس جدا. آم، شايفين طبعا لازم نعمل روتيشن كده لل HDRI بحيث نشوف مدى اللمعان بتاعنا عامل ازاي. كويس. حاجة زي كده. طبعا لو جيت آه، لعبت شوية في السكيل، مش عارفة انتوا هتشوفوا ولا لا، بس مفيش حاجة عامة يعني، السكيل مفيش ديتيلز معانا نلعب في السكيل بتاعها قوي يعني، ولا هيأثر اصلا. تمام. ماشي، ملوش اي لازمة خالص اللي احنا بنعمله. لو خلينا برضو تراي بلانر برضو مش هيأفكت قوي، عشان هو فعلا مفيش اي ملامح، مفيش اي ملامح غير ان هو ايه يعني رفنس وكولر يعني. هو حرفيا واخد التلات 3 channels دول، 3 channels دي يعني. كويس. الرفنس طبعا هنقللها بقى شوية يعني، انا ممكن عاوزه يبقى لامع سنة كمان عن كده. ممكن نخلي الرفنس يعني حاجة هنا كده. كويس. محتاجة حاجة زي كده. طبعا الحتة دي هتقول ايه ده، دي رف قوي مش جلوسي كده يعني. هنظبط كل ده دلوقتي او قدام، مش دلوقتي. فاحنا دلوقتي بنتكلم فيه ان هو جديد يعني، قبل ما يتأثر بالعوامل البيئية المختلفة اللي تخليه يبقى رف بقى، او البلاستيك يبتدي يقشر شوية ويبتدي بقى يحصل variation في value الرفنس وكل الحاجات دي. انا دلوقتي بتكلم ان هو جديد يعني. حلو كده. حلو جدا. طيب طبعا الكالر اكيد مش هسيب الكالر ازرق يعني انا مش عايز اخليه ازرق، انا عايزه التزم بالريفرنس، وهنخليه اكيد اصفر طبعا. لما نيجي نحدد البيس كولر يستحسن زي ما قلنا لو ضغطنا بي من الكيبورد هيعرض لي المش مابس، لكن لو ضغطت سي، شايفين سي مش بي، هيبتدي يظهر لي البيز كولر بقى اللي احنا عاملين له ابلاي هنا في السبستنس. فدي كده الالبيدو ماب، الالبيدو تشانل يعني او ماب. تمام. فانا عشان اسلكت البيس كولر بتاعي مظبوط، يفضل ان انا اقلبه على البيس كولر عشان ابقى شايفه كويس من غير ما يكون متاثر بالعوامل الاخرى، عامل كالكوليشن لكل المابس في هيئه ماتيريال واحده وكده.
هحب ان انا اقدر ان انا اجي هنا على فكرة واقول له يختار الكولر. شايفين هو بيخرج بره البرنامج عادي يعني. عايزة لون اصفر زي ده كده. اه، الكولر ده كده ويخليه اصفر قوي كده، حلو كده. تمام. شكرا، بس كده. تمام. ارجعه تاني، اضغط ام كده، بقى اصفر وزي الفل. كويس. نايس. طيب. آه، الجزء بتاع البيز ده اللي هو الحتة اللي تحت دي برضو عايزة اخليها تبقى واخدة اللون الاصفر. بس ثانية، خلينا الاول نعمل كفر. احنا بس نعمل بلوكينج للايه، للحاجات اللي عندنا. ناقص مين تاني؟ ناقص طبعا هاخد دي برضو كنترول جي، وهسميها برضو ريز. اوكي، وهاجي اعمل برضو كنترول سي. كنترول سي لللاير دي مش للجروب كله. كنترول سي ونروح بيها فين؟ كنترول الت رايت كليك هنا، واقول له كنترول في. طبعا احنا عايزين نماسك الجزء ده تحديدا علشان نابلاي عليه الايه، صح، اللي هو الماتيريال دي. تمام. فهاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي هنا بقى اقول له اد بلاك ماسك. تمام. فهو كده نزل لي ماسك ايه، اسود اهو. لو ضغطت الت وليفت كليك اهو اسود، مفيش اي داتا. ارجع تاني هنا، اضغط كليك هنا على الكرة الصفراء دي، وانا عايزه اخلي عايزه اخليه يعني عايزه اعمل ماسك يعني. اعمل ماسك ازاي؟ هاجي هنا على الشمال هنا عند البوليجون فيل، وده بيخليني اسلكت جزئيه معينه بيزد على القطعه بتاعه الجيومتري. يعني هنا تقدر الفيل مود حابب يكون ايه، تسلكت بالتريانجل، ولا تسلكت بالبوليجون، ولا تسلكت بالمش، ولا باليو في ست او تشانك فيل. فهاجي اقول له بالمش فيل، انا عايزها بالمش فيل. فطبعا على الابيض اهو عشان يخلي الماسك بتاعنا يبقى ابيض، فهضغط كليك كده بس عليه. الحمد لله عمل لي سيلكت على كل حاجه. فهقول له كنترول زد طبعا. ها، اقول له كنترول زد، وهاجي اختار اليو في اعتقد، واضغط كده مثلا، اضغط كده، مش ضغطه شيفت ولا اي حاجه، كده بس. بس والله كان ممكن يعني، لا اهو. طيب امال ايه؟ طيب تمام. كويس. يعني لو جيت عملت كده تاني اسود اهو، وجيت اكس عشان اسويتش ما بين الابيض والاسود. كويس. وضغطت اهو كده. حلو قوي. هو انا ده اللي انا عايزاه. هو كده اختار لي الجزئيه دي. فبس، فبقى ده الماسك بتاعي. اضغط تاني على البرش عشان ارجع تاني للمود بتاعي. ضغطت تاني الت وكده اهو هيبين لي الماسك بتاعي. رايت ليفت كليك تاني عشان ارجع تاني للمود بتاعي. كويس. طيب، هاجي عند مين تاني؟ هاجي عند اللي هو الميتاليك، البودي ميتال ده، و هنجيب له ايه بقى؟ هختار اللي هي راح فين؟ فين انت؟ طبعا احنا هنا عندنا هنلاقي فيه الايرون، فيه خامات حديد كتيرة جدا يعني. فهنلاقي اللي هي الايرون براش، الايرون جلاف، جلافانايزد طبعا، اللي هو بيبقى جلافانايزد حرفيا بالشكل ده. الجريني الكذا. انا هختار الايرون رو. الايرون رو العادي اللي هو الخام العادي الطبيعي. تمام. فهاجي هنا اختار كده بالشكل ده. ده بقى هيبان فيه البروجيكشن تايب بشكل كبير يعني. فانا هسيبه برضو على اليوفي بروجيكشن عادي خالص. ممكن هلعب بقى طبعا في السكيل شويه. شايفين الشكل ده؟ سكيل التايلنج بتاعه كده اخليه 3 مثلا. زي كده. اخليه مثلا حاجه هنا كده بس. ليه بقى؟ ليه السكيل احنا عملناه بالشكل ده؟ طبعا لان الريفرنس احنا قلنا مش بنمشي بدماغنا، فعايزين حاجه قريبه من نفس السكيل ده. تمام. مشيش ايه بدماغنا ابدا. من الحاجات اللي هي فيها باترن شويه.
هنا كده نفس السكيل ده كده تقريبا يعني. ممكن ازود كمان ايه شوية. لا 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 طبعا شوية كده. كنترول زد. وهنزل مثلا عند هنا كده اخلي الروفنس اعلى شوية. حاجة هنا كده تقريبا. طبعا لما نيجي نضغط سي من الكيبورد هنلاقي كمان كذا مرة هنلاقي الرفنس بقى هنا. هنا الرفنس بدأت تبان. آه طبعا كل ما الحاجة كانت برايت كل ما كانت رف اكتر يعني. حاجة زي كده مثلا. طيب انا هاجي برضه اعمل حاجة هنا وهي اقول له اد وايت ماسك. كويس. وهاجي هنا برضه وهستثني ايه بقى اكس. هستثني اللوب دي. اقول لكم ليه ده، لان دي انا يعني دي كانت غلطة. المفروض كانت في اليو في تبقى تبع الايه، كانت تبقى تبع بقية الهاندل البادي الاسود ده. ده ما حصلش، فعشان كده ايه هستثنيها من أو بالشكل ده كده. طيب انا دلوقتي برضو عايزه ايه احط لها تكتشر اكيد يعني. فاللي انا هاجي اعمله ان انا برضو كده نفس القصه. كويس. وهاجي هنا هاخد دي كنترول سي وهاجي هنا كنترول في. هسيبها زي ما هي. طبعا هقول له اد بلاك ماسك عشان آه وهاجي اختار. هاجي اختار من هنا دي والمسامير دي. ليه؟ لان المسامير هنا سودة. شايفين الريفرنس المسامير سودة. كليك عادي جدا. في واحد تقريبا فوق لسه حاجة زي كده. مهم. لا ده اصلا مش و لا ده هسيبه زي ما هو غالبا ولا ايه. لا هاخده معايا. حلو جدا. تمام. وظفنا الماسك بالشكل ده كده. تمام. كويس جدا. نيجي عند برضو الجزء اللي هنا ده هو النايف او الفرونت ميتال. بس زي ما اتفقنا ان الجزء اللي هنا ده شكل الميتال بتاعه مختلف طبعا عن ده. تمام. فده انا هختار له حاجة اسمها الايرن برشد اللي هو ده. الايرن برشد اللي هو ايوه اللي هو بيكون ايه برشد ده. تمام. أه هلعب شوية في السكيل. هخليه زي اللي فات على فكرة. حاجة زي كده مثلا. وايه هلعب في الرفنس برضو. أم... لا الرفنس بتاعته كويسة بصراحة. اه زي ما احنا عايزينها تقريبا. حاجة يعني كويسة. اللمعة دي كويسة حلوة. ممكن بس ان انا على فكرة هنا في يعني لو جينا نلاحظ هنلاقي ان في parameters كتيرة هنا خاصة بالسيدز طبعا بالميتال كولر. لو انا عايز اغمق اللون ده مثلا شوية نقدر نعمل ده. بس انا مش هغمق اللون هسيبه زي ما هو.
هنا برضو في الشانلز مابينج، هنا نقدر نتحكم برضو في حاجات يعني، في اتريبيوتس كتيرة يعني. هنا انا مثلا مش هعمل حاجة زيادة عن اللي احنا عملناه. هاجي عند النايف دي نفسها، وفي النايف هنا حالتها برضو هتكون نفس حالة ال الايرون برش اللي احنا اخترناها عادي يعني لو جيت هنا معلش اخد دي كنترول سي، واجي انا اقول كنترول في. ممكن اكبر السكيل شوية، ارجعه واحد زي ما كان عادي. حاجة بالشكل ده. حلو كده احنا حاطين البيز. تمام. الديكال دي احنا طبعا ايه خلوني اسميها بس علشان التسمية تبان. الاسم اللي احنا بنعمله هنا هو ده اللي بيخرج في الاكسبورت على فكرة بالمناسبة يعني. مثلا بيقولوا بلاستيك، وهاخد نفس الماتيريال برضو. آم، طبعا كل الماتيريال دي كده فيل لاير. احنا قلنا عايزين نوضح الفرق بين الفيل لاير والبينت لاير. الفيل لاير فيها امكانيه انك تضيف تشانلز زي كده. طبعا سبستانس بينتر زي ما يعني برضو يعني بالتاكيد هو هنشتغل فيه بشكل بروسيدورال مش بشكل مانيوال قوي. مانيوال حاجات بسيطه خالص، بس في ناس واخده فكره ان هو بينتر فيلا ارسم بقى ايه بايدك وكده. لا، احنا هنشتغل بشكل بروسيدورال يعني، بشكل بنسبه كبيره جدا 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 يعني بنسبه 98% مثلا. حاجه بسيطه خالص اللي هتعمل مانيوال يعني. يعني اتمنى ما اكونش بالغت في النسبه، بس يعني هي في التسعينات عامه في المية. طيب كده احنا عملنا البيز. طبعا لما اجي هنا برضو اتاكد تاني، سي بيز كولر، الرفنس، الميتاليك، ما فيش اي حاجه ميتاليك خالص غير الحاجات اللي هي فعلا داخل فيها ماتيريال الحديد والميتال بشكل عام. النورمال طيب هو يفضل، شايفين، يفضل جدا 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 ان انا ما اسيبش الماتيريال الماب مش المش ماب، ما نتلخبطش ما بين المش ماب والشانلز اللي احنا بنشتغل بيها. يفضل ان انا ما اسيبش الامبيانت اوكلوجن فاضي بصراحه. هو عادي جدا احنا ممكن نابلاي نفس الامبيانت اوكلوجن اصلا بتاعه المش ماب في الشانلز اللي احنا شغالين عليها. هقول لكم ازاي دلوقتي. يعني يفضل ان هي ما تتسابش كده فاضيه. يعني لما اجي اعمل اكسبورت للتكتشرز دي في الاخر بعد ما نخلص شغل تماما، الامبيانت اوكلوجن هتبقى فاضيه. طبعا ده مش حلو يعني. فيفضل ان هي يكون فيها انفورميشن يعني. طب ازاي هضيف الانفورميشن دي على اي اساس؟ فاللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي هنا عند الهاندل الاول، كويس، وهاجي اضيف هنا فيل لاير. تمام. الفيل لاير طبعا اول ما بتضيفها بتكون كل الشانلز enabled by default يعني. آم، ف انا مش عايزه اي حاجه من الشانلز غير الكولر، alt select، والاي او اللي هي الامبيانت اوكلوجن. اللي هاجي اعمله ان انا هاجي هنا عند libraries وهختار project ويختار طبعا الهاندل، اسمها هاندل هنا. فانا هختار التكتشر ماب اللي هي البيكت داتا اللي هي ايه موجوده عندي في البروجكت فايل اصلا من البدايه، اللي احنا الناتجه عن عمليه البيكنج يعني. فهي هنا هي دي الامبيانت اوكلوجن فروم مش هاندل. نقرا الكلام اللي تحت. فدي الخاصه بالهاندل يعني. فهاجي اعمل لها دراج كده، احطها فين في الامبيانت اوكلوجن هنا كده. كويس. لو ضغطت سي من الكيبورد اهو الاقي الامبيانت اوكلوجن اهي. كويس. آم، وهاجي برضو هنا عند البيز كولر وهضيف نفس المابة دي بالظبط. المات بينترز بقى والايه والفوتوشوب يوزرز يبقوا فاهمين اللي احنا بنعمله ده كويس جدا يعني.
طبعا هي كده دلوقتي بقت ابلايد في الكالر ماب برضو. يعني لو شلتها كده من الكالر هي كده خلاص هي ابلايد بس في التشانل بتاعت الاي او. شفت؟ شوف لما اجي اعمل لما اجي اعملها كده، لما اجي اهيدها في فرق. فهنا دي الديتيلز اللي احنا بنتكلم فيها. ده الديتيلز دي مهمه جدا 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 يعني بجد. من غير الامبيانت اكلوجن فرق على فكره هو فرق شاسع. هو هيبان اكتر واحنا شغالين، بس عشان لسه الماتيريال ايه، لسه جديده ونضيفه ولسه ما عملناش تكتشر اصلا. لسه احنا بس حطينا البيز، ما تكشرناش لسه حاجه. شايفين؟ اه هي دي الديتيلز اللي احنا اهي الحاجات اللي هي بتكون شايفين. اظن باين الفرق يعني. فهي دي الحاجات اللي ايه لازم نظبطها يعني. فيكون في انفورميشن في الامبيانت اكلوجن. انا هسمي الجزئيه دي كده اي او، وهعمل انيبل للكالر كمان. اكيد احنا مش عايزين كالر يبقى كده. هنعمله ايه بقى؟ هنعمله مالتيبلاي. معروفه الامبيانت اكلوجن بيبقى مالتيبلايد مع البيز كالر يعني بالشكل ده كده. كويس. لو جيت حتى شلت الكالر هلاقي فرق كمان. هو فرق بسيط لكن هو موجود يعني. فالامبيانت اكلوجن اهي. البيز كولر هو اصلا اسود، فهو مش هيفرق قوي في البيز كولر على فكره، بس يعني اللي موجود برضه نفس الطريقه دي. نفس الحكايه هعملها برضه في بقيه الاجزاء بتاعتي. زي هنا مثلا في النايف دي تحديدا. النايف دي مثلا يعني الجزء ده هيفرق. وجود الامبيانت اوكلوجن هيكون مهم جدا 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 معاها يعني. يعني لو جيت مثلا اعمل كده وجيت ادخل لها الامبيانت اوكلوجن بتاعتها برضو. فين نايف. شايفين فرق في البيز كولر برضو حلو قوي. بس هخليه طبعا مالتيبلاي كده اوقع كتير. لو جينا نبص يعني انا دايما على الريفرنس برضو. ماشي فين اهو. فده اللي احنا بنتكلم فيه يعني. ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هو لازم يكون فيه الاجزاء اللي هي included by light دي تكون كده يعني. شايفين من غيرها ايه ده؟ ده كده مش واقعي خالص، كلام غير واقعي بالمرة. فلازم يكون في اجزاء كده occluded بالشكل ده. شايفين؟ لازم الحاجات دي تكون باينة عندي. على فكرة التفاصيل دي محدش بيتكلم فيها يعني. فهي مهمة جدا جدا يعني. هنا برضو نفس الحكاية. أنا جيت هنا برضو دايما هخلي ال ambient occlusion on top of all layers. فهاجي اعمل كده برضو بنفس الكيفية برضو في البودي ميتال. خدنا بالنا من الفرق. اه تمام. البيست كولر طبعا ابيض بالشكل ده هنشيله. فخدنا بالنا من الفرق اهو. آه نفس القصة هنا. ويخليها multiplied. فأظن الايه الفرق واضح يعني. من غير الناس بتشتغل من غيرها يعني. طبعا تحس ان الموديل هو كويس بس في حاجة غلط. هي بقى الحاجات دي هي دي الحاجات الغلط بقى اللي هي من غيرها المواضيع بتروح في اتجاهات مش حلوة. فضروري جدا الداتا دي تكون موجودة يعني. عرفنا منين الكلام ده؟ من الريفرنس. سبحان الله. تمام من الريفرنس. طيب عشان كده الريفرنس ستادي المحاضرة اللي فاتت دي فعلا كانت مهمة جدا جدا. ضروري نعمل موضوع الريفرنس ستادي ده كويس قوي قبل ما نبتدي يعني. بيفرق كتير جدا جدا جدا. ممكن كمان اجي هنا واضيف من فلترز هنا واضيف
add levels فوتوشوب زي ما قلنا، وهغمق كمان الماب اكتر شوية يعني. معلش طبعا هو كل ده مش باين عندنا ليه. اقول له ريست لان هنا بيأفكت الايه البيز كولر. المفروض اخليه يأفكت الامبيانت اوكلوجن. تمام. بغمق بس شوية الدنيا اكتر بصراحة كده، يا حاجة زي كده هتديني نتيجة افضل كتير جدا. اه تمام. ما اعتقدش ان انا هعمل حاجة في البيز شانل، فاحنا كده ايه تمام. هعمل نفس الحاجات دي في بقية الاجزاء بتاعة الموديل، فهوقف وارجع لكم تاني. تمام. عملت نفس الحكاية في كل الحاجات. طبعا لو ما نيجي نلاحظ يعني وجود اللاير دي، يعني شايفين يعني ادى اوريدي فكرة عن وجود اماكن التجمعات الدست والتراب شايفين. يعني ادى فكرة مبدئية عن الحاجات اللي هي اللي بتكون آه، مستخبية كده في الايه في الفجوات دي، فحوالين حوالين البوتن ده شايفين بجد من غيرها الفرق شاسع ازاي. فدي كلها ديتيلز يعني محتاج تركز عليها، تخلي بالك منها وانت شغال يعني. ده كده احنا ما بنعملش، احنا كده بنبلوك بس الايه مساحات التكتشر مش اكتر. خلونا نلقي نظرة كده في الاي راي. طبعا اول ما بتيجي تفتح تضغط على الاي راي هنا، بيبتدي يعمل بيورم اب شوية اهو. اي راي ورم اب اهو بالشكل ده، بيبتدي يديني حاجة زي كده. طبعا انا لو جيت آه، اقدر ان من هنا اعمل uncheck على clear ground، فهيديني ال HDRI بتاعة الخلفية، قصدي بتاعة ال HDRI هيبتدي يظهرها لي، شايفين بالشكل ده كده. طبعا نقدر نعمل clear ground لو حابين. آه يعني ده بيخليني اشوف الشادوز اكتر مثلا، بيخليني يعني ايه، يعني بيعمل ريفرش للفيو عامة. بس انا في العادي بشيلها، ممكن اضيفها في اوقات معينة يعني. هنا presets بقى تقدر تكتشفها بنفسك يعني. حاجات كتيرة خاصة بالبوست افكتس، بالكاميرا، يعني حاجات حلوة جدا تقدر تكتشفها هتفرق كتير يعني. اعتقد ان انا هغير بقى خلاص الانفايرمنت ماب، هخليها لحاجة زي كده. آه، اشمعنى اخترت دي؟ لان هو مديني نفس جو الورشة، كأن احنا جوه، اولا مكان اندور وفي نفس الوقت في داتا اوت دور حلوة قوي جاية من الشباك، ودايركت لايت كويس وقوي جدا، مدي شادوز كويسة، مدي في اللايت كويس، مدي ال HDRI دي كويسة يعني بصراحة. من الحاجات المفضلة بالنسبة لي يعني. ممكن نعمل حاجة زي كده. الشادوز مش شارب قوي زي ما كانت، علشان زي ما قلنا هو سين اندور، مش متعرض دايركتلي لللايت يعني. ف فيل فري بقى انك تختار حاجة مختلفة، بس انا هشتغل بدي. البريسيتس بتاعة الاي راي يفضل انا هي باي ديفولت مش هتلاقوها كده، دي انا اللي عاملاها. باي ديفولت هتلاقي من سامبلز 5 الماكس 1000. ممكن نعلي الحاجات دي، بس هيطول كتير. ما انصحكش تعلي غير لو فعلا محتاج او مضطر تعمل حاجة زي كده. آه، اتأكد دايما ان الكوستك سامبلر اوف، عشان لو اون ممكن تتعب، هتزعل شوية. تمام. مكلف يعني شوية. الماكس تايم باي ديفولت هو بيكون والله مش فاكرة 10 ثواني حاجة كده. فخليه، انا بحب اخليه دقيقة، بحب اخليه 60 ثانية. اعدادات سامبلز قليلة، بس في نفس الوقت الماكس تايم واخد راحته، فده بيديني كلينر ايمج وفي نفس الوقت بيخلص بسرعة. هرجع تاني هنا. على فكرة نقدر نيجي هنا برضو ونخلي
ال اعدادات راحت فين؟ الانفايرمنت. اه environment opacity هنا في الفيو بورت اصلا كاوباسيتي معموله انها مفيش. نقدر لو حد حابب يعني يدخل في المود ويضيفها كمان في الفيو بورت. ف تمام يعني تقدر تعمل ده. الانفايرمنت بلور برضو تقدر تتحكم فيه بحيث انك تخليها اوضح. شايف؟ فتقدر تتحكم في كل ده بحيث انك تدخل في مود في مود الموضوع اكتر يعني. نقدر نعمل كل ده برضو آه زي ما انا. تمام. آم، كويس جدا. طيب نبتدي ندخل بقى في الاجزاء الفن بارت بقى. هاجي هنا عند الهاندلر، الهاندل قصدي، وابتدي اضيف بقى ايه. اخد دي كوبي كده، كنترول دي، وهقول له اد بلاك ماسك كده بالشكل ده كده. لو عملت شيفت كده هيعمل فوتوشوب تاني للمرة الكتير. وهسمي ده ارو. ليه بقى؟ علشان عايزة ارسم السهم ده في الجزء ده. فاللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي هنا، حلو، وهاجي اختار حاجة اسمها projection. مجرد ما اختار البروجيكشن هيظهر لي البلانية دي. البلانية دي دورها ان انا بدخل لها تكتشر في البروبرتيز هنا زي ده كده. حاجة كده زي الحاجات دي. انا عايزة سهم يكون قريب من اللي عندي في الريفرنس هنا. اعتقد اني هلاقيه بسهولة ان شاء الله، اللي هو ده، اللي هو ده. حلو. السهم ده كده. طبعا تقدر انك ترسم حاجة بره بره سبستانس وفوتوشوب وتجيبها ايه، تعملها امبورت هنا وتستخدمها برضو زي ما هنعمل برضو في حاجات تانية ان شاء الله يعني. فهاجي هنا واقول له هنا كده. فكده بدأ ان هو ايه يظهر لي الستنسل بالشكل ده. اقدر ان انا اتحكم من الاتريبيوتس هنا في الدايركشن بتاعه. اخليه كده مثلا 180. حلو. الدايركشن بتاعه فاهمين قصدي؟ كده كده مش عارف ايه. حلو. خليه على 180. اضغط اس من الكيبورد اس. تمام. وايه، رايت كليك وليفت كليك يعمل لي زوم ان وزوم اوت بالشكل ده. بتخليني اتحكم في السكيل بتاع السهم بتاعي ده ايه بالشكل ده. وانا ضغطة اس برضو. شايفين الموضوع ما ضغط اس هنا اصلا كده اس بيظهر لي الجايدز على جنب ده. هو كاتب اهو. نقرا بقى الكلام ده عشان في ناس ما بتقراش مش عارفه ليه. برامج بتبقى اسهل معاك وانت شغال فيها يعني لما تقرا الحاجات اللي بتتكتب دي. اس زائد ميدل كذا. فهو شارح اللي احنا بنقوله ده. فلو ضغطت كده بالميدل اهو هيعمل لي بان. تمام. آه، اهو ستنسل بان، ليفت ستنسل روتيت وهكذا يعني. فمجرد ما تضغط اس يعني فانت ايه تتحكم في الحاجات دي. حلوة. فانا هقرب كده اضغط اس واعمل اكبرها شوية يعني. اني اشوف في الريفرنس السكيل بتاعها تقريبا. اصغرها شوية. حلو كده السكيل ده كويس شغال. وابتدي ارسم بقى. طيب قبل ما ارسم خلينا نتأكد احنا التشانلز بتاعتنا. آه، ما اعتقدش ان انا محتاجة حاجة زيادة بصراحة. تمام هرسم على طول. آه، البراش عندي اللي هي الالفا هنا. البراش اللي هي اللي احنا بنرسم بيها يعني. وابتدي ارسم عادي كده. حلو. ماشي. هاجي هنا برضو على الجنب الاخر. احنا تقريبا الاتجاه غلط. ثانية.
يعني احنا كده الاتجاه، لا تمام تمام. مش هعمله العكس. المفروض يبقى كده فعلا. ماشي، وارسم برضو على الجنب ده. حلو، واضغط تاني على البروش، بقى عندنا مضايقاني السهم ده. المفروض يبقى العكس، بس يلا مش مشكلة. المفروض يبقى يعني العكس، زي اللي ورا ده كده، اللي هو عكس المكان اللي بنضغط منه او بنبريس كده يعني. المهم، تمام. فهنا طبعا الهايت عالي جدا كهايت. فلو جيت هنا العب في الهايت شوية، آه هنلاقي فيه بريسيتس كتيرة جدا، ايه نقدر نتحكم في الهايت منها يعني. فانا هعمل اكس، هضغط اكس كده على يعني هلغي المابة اللي كانت داخلة في الهايت، بحيث ان انا اتحكم في الهايت انا من عندي كبلاك اند وايت فاليوز صريحة يعني. فانا هخليه كده، اعليه شوية بحيث، شايفين، تبقى اعلى. هي كده داخلة على جوه ولا كده داخلة على جوه؟ اعملها كده بحيث انها تكون، لا هي كده طالعة على بره، معلش كده طالعة على بره. تمام. طيب، حلو، عملنا السهم اللي احنا عايزينه. طيب، اقدر برضو اجي عند الرفنس واتاكد ان الرفنس ايه. ممكن اخليها رف شويه آه عن بقيه الماتيريال بالشكل ده. عارفين انتوا الاحساس بتاع زي ده كده، يعني هو تحس ان الخامه بتاعته واخده ايه، يعني تكتشر شويه مختلف شويه، حاجه كده. تمام. اللي انا برضو هاجي اعمله ان انا هاجي عند عند الماسك، هاجي انزل فلتر. حلو. والفلتر ده هيكون البلور بالشكل ده، بحيث ان هو يعني الحاجه ما تبقاش شارب قوي، متحدده كده بالقلم يعني. فهاجي اقلل حاجه زي كده كويسه جدا جدا، بس هاجي اقلل بقى الهايت. الهايت بصراحه كده عالي يعني، خليني اقلل الهايت كتير كده مثلا. آه، حاجه زي كده، واجي هنا بالتالي اقلل البلور شويه. حلو كده، افضل كتير جدا يعني، بس من غير بلور. شارب اوفر كده، كده كده حاجه نيت. اوكي، حلو أوي. أم، ده اللي انا بتكلم فيه. شايفين مع اختلاف اللايت الدايركشن بتاع ال HDRI، شايفين السهم مختلف يعني حتة الرفنس اللي احنا عملناها دي فرقت حلو جدا يعني، بشكل ايجابي جدا يعني. طيب. هاجي دلوقتي شايفين بقى يعني الجزء ده، طبعا ده واخد خامة مختلفة خالص عن الهاندل. ففي بعض الريفرنس، الجزئية دي فيها، لا كلها، لا كلها تقريبا واخدة ستايل اللي هو الايه الشبكة ده. فالجزء ده المفروض ان هو ميتال على فكرة. برضو في اليو في كان يفضل ان هو يكون من ضمن الايه الجزء بتاع الميتال يعني، بس يعني مش مشكلة. آه، تمام. فاللي انا هاجي اعمله بقى ان انا هعمل ايه، هضيف خامة مختلفة شوية، وهي اسمها بلاستيك جريد. بلاستيك جريد هو ميتال، بس احنا هنستخدم البلاستيك جريد. وهنعدل الجزئية دي بعدين اهي. فين بلاستيك جريد؟ هي دي، هي دي اقرب حاجة للي احنا ايه عايزينه يعني. هاجي اعمل كده، وكالعادة اد بلاك ماسك، وهاجي عند البلاك ماسك واعمل ايه، اجي احدد ال هياخد لي مش لازم اختار، لازم اسلكت باليو في غالبا يعني. مهم.
كويس جدا. لو جيت اعمل alt هيبين لي الماسك بتاعي بالشكل ده. حلو أوي. مش هتأكد يعني بس ان انا عامله سيلكت على كل حاجه. اللي انا هاجي اعمله ان انا طبعا اكيد هعدل في السكيل حاجه زي كده. آم، معلش هي مش دي الماتيريال اللي احنا عايزينها. مش دي الماتيريال اللي احنا عايزينها، معلش عذرا. احنا عايزين البلاستيك جريد التاني مش ده. ثانيه واحده، في واحد تاني برضه عملوش حاجه غلط. إيه، انت فين؟ بلاستيك جريد، بلاستيك جريد. اوكي. هي اللي جنبها دي. ايوه دي. برضه مش فاهمه في ايه. ايه اللي بيحصل؟ كنترول زد، كنترول زد. لما يا كنترول زد كتير ليه؟ لان اقول لكم ليه دلوقتي. كنترول زد جدا. كنترول زد تاني. ايوه بس كده لما بنضغط على الحاجه دبل كليك واللي هو عامل سيلكت على اللاير فبيابلاي دي على اللاير دي. فلا، واحده واحده بالراحه. اسحبها كده بس مش اكتر. حلو أوي. واجي اقول له كده واجي اعمل كده بس عشان ابلاي الماسك بتاعنا. حلو قوي. هاجي العب بقى شويه في السكيل. السكيل طبعا عامل مهم جدا جدا في ظبط شايفين السكيل مهم يعني، فاحاول اختار سكيل فعلا يكون قريب من الريفرنس. حلو. طبعا الكولر هنحتاج نغيره. و في البارامترز هنا هخلي الميتاليك واحد صراحة يعني. كويس. وهاجي في البيز كولر وابتدي ان انا مش هعمل كده بس خلونا نعمل كده برضو. ساتوريشن لا، مش عايزة اي ساتوريشن في الموضوع. والله الفاليو بتاعت والله حلو. مناسبة يعني قصدي. feels right. ماشي. تبدو مناسبة جدا يعني. اعتقد ان انا هغير. لا الرفنس ممكن يعني ممكن تقل سنة حاجة زي كده. بحيث انها تكون يعني شايني شوية. وحلو الكلام ده تمام جدا. لو جيت هنا ضغطت سي كده هلاقي ان في تباين. هلاقي ان في تباين ايه؟ في الرفنس. مم، مش متأكدة. انا عايزة التباين ده يكون موجود فعلا ولا لأ. بس خليه دلوقتي. خليه دلوقتي. يعني هو كده كده هنعمل التباين ده بس انا بشوف اخد القرار ده دلوقتي ولا لا. ما علينا، خليه حاليا. good for now يعني. آم... كويس جدا. اللي انا هاجي اعمله دلوقتي برضو ان انا هاجي عند الاطار ده اللي هو في الجزء في البادي ميتال ده. زي ما احنا ملاحظين دايما بنلاقي فيه كتابات زي هنا كده. هي تي مش عارف ايه كذا. تمام. الكتابات دي هنحتاج نعملها طبعا. فهاجي هنا. هو معلش في فرق بين الكتابة اللي هنا والكتابة اللي هنا. الأرقام دي هنعملها إن شاء الله بس أنا عايزة اللي هي دي. فخلينا على اللاير بتاعت الهاندل زي ما كنا على اليو في ست بتاعت الهاندل. وهاجي هعمل ايه بقى؟ هعمل اد في اللاير. حلو. وهقول له انا مش عايزه حاجه خالص غير الكولر. only color. كويس. وطبعا
هعمل هعمل ماسك. والماسك بتاعي هو هذا الشيء، كنترول زد و سيلكت بالايه باليو في. هو بجد ما ينفعش ازاي يعني؟ ما تاخد يعني ما تاخد دول يعني مالك. طيب انا هعمل كده اسهل سبتراكت اسهل يعني. يا تمام. مم. اتاكد ان الماسك مظبوط. حلو أوي. ماشي كده كويس. عملت كده. ما علينا. ايه الاطراف دي؟ يلا نعدل. تمام عملت لها سيلكت تاني بالشكل ده. هو الحقيقة ان هي اصلا يعني احنا مش مضطرين. معلش يا جماعة معلش. كلير ماسك. معلش. وهاجي اعمل ايه بقى؟ اقولكم. هاجي هنا عند البروجيكشن تاني. والمرة دي هنعمل ماب جريد. هنختار حاجة تانية خالص بقى، وهي ايه بقى؟ في هنا حاجة حلوة جدا في الجزء الألفا ده. هتلاقوا فيه كتابات زي كده. فأنا هختار حاجة زي كده اللي هي substance painter، اللي هي مكتوب عليها substance بس بالخط ده. وهاجي أعمل كده. كويس. والميزة هنا إنك تقدر تكتب التكست حاجة تانية انت من عندك غير كلمة substance دي. فبالنسبة لي هاجي اكتب حاجة، يعني انا بحاول اخمن هو هنا مكتوب ايه تقريبا. مثلا تي مثلا مكتوب هنا كده تي كابيتال و داش كده. وهكتب اكس اور مثلا. بس وهاجي آه، عند التوب فيو. على فكرة نقدر نعمل الكتابات دي من ال 2D فيو برضو، بتكون حلوة وبتكون اظبط كمان. بس آه، ده يعني هيأدي الغرض ان شاء الله مليان. بس يعني اعمل كده. نقدر ان احنا نيجي هنا عند او من الاورثو بقى فيو هتظبط معانا. السايز اقدر اتحكم في السايز على فكرة من هنا برضو. والالاينمنت اقدر اتحكم فيها برضو من هنا.